حكومات الاحتلال المتعاقبة في بغداد، ونحن الآن في زمن حكومة الاحتلال السابعة، حكومة العبادي. ما يجري في الموصل كما ذكرنا قبل قليل ليس المستهدف فيه هذا التنظيم أو ذاك. نعم. ليس المستهدف فيه حقيقة الآن هو تنظيم الدولة. نعم. ألا توجد ميليشيات يفوق عددها 50 في العراق وتعلن بكل وضوح وصراحة عن استراتيجياتها وعن خططها التفصيلية وعن عدائها لكل ما هو مستقر في هذه المنطقة. نعم. ما تفعله إيران وأدواتها في المنطقة، بدءا بأدواتها في لبنان بحزب الله، صحيح. ثم أدواتها في سوريا نظام بشار الأسد، ثم أداتها في اليمن حوثيون ومن معهم، وأدواتها في العراق غنية عن الذكر، سواء كانت الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال أو جاء الاحتلال أو الميليشيات أو الأفراد. كل هذا موجود في المنطقة، ولكن يتم التركيز على تنظيم الدولة لأهداف أخرى. نرجع إلى أهمية الموصل. الموصل هي المدينة الكبيرة الأخيرة في العراق التي يحاول الحشد الطائفي، وأقصد هنا بالحشد بمعناه العام. تمام. الحكومة ومن معها من ميليشيات كلهم حشد، كلهم هم ميليشيات من أولهم إلى آخرهم. تمام. أحزابهم وجيشهم وما يسمى بالحشد الشعبي. نعم. كلهم حشد طائفي تكفيري، وأقولها بكل صراحة تكفيري، لأنهم يكفرون عموم الأمة. لأنه للأسف أقولها معركة الموصل ستحسم عاجلا أم آجلا للتحالف الغربي للأسف وللأطراف الحكومية ولإيران، ولكن سيعانون كثيرا حتى يصلوا إلى هذا الهدف. سيعانون. نعم. طيب، يقول أحدهم: هل تعلم أن الموصل أنست على مثلث برمودا؟ الموصل مقبرة للروافض والفرس. هي أنست وهي مقبرة حاصلة الآن، خسائرهم كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت للأسف ستكون مقبرة لأهل الموصل أيضا إن لم يتدارك، إذا استمر هذا الوضع.